أنا متجوزة بقالي 7 سنين. أهل جوزي ناس على قد حالهم جدا، أما أنا الحمد لله عيلتي ميسورة الحال. دايما أهل جوزي بيطلبوا مني إني أروح أجيب فلوس من أهلي وأساعدهم بيها، وأنا بصراحة من غير ما هم يقولوا كنت بعمل كده، ولكن المبالغ اللي كنت بجيبها من بابا كانت بسيطة، يعني كام ألف مش أكتر. وكمان بابا بيديني مصروف علشان أساعد في مصاريف البيت وأجيب كل اللي نفسي فيه. من يومين حماتي طلبت مني مبلغ كبير جدا، وأنا طبعا كنت فاكراه عايزاه سلف. لقيتها بتقولي باباكي راجل طيب وبيساعد الناس اللي محتاجة، خليه يساعدنا في جوازة بنتنا، احنا محتاجين 100 ألف جنيه علشان نجهز البنت، وانتي عارفة ظروفنا وعايشة في وسطينا. طبعا انا معرفتش ارد عليها اقول لها ايه، وكلمت بابا وحكيت له. بابا اتعصب وقال لي انتي اهل جوزك دول ناس بجحة جدا، عمرهم ما شكروا ولا حمدوا ربنا. انا ببعتلك كل شهر مبلغ كبير جدا بتديلهم منه، وكمان بتصرفي على بيتك اللي المفروض جوزك هو اللي يصرف عليه. قولي لاهل جوزك اني فلست واني ما بقاش معايا فلوس حتى ساعدهم باي مبلغ، حتى المبلغ اللي كنت بديهولك كل شهر مش هديهولك، انما بالنسبه لمصروفك هديهولك لانك بنتي ومش هتهوني عليا. ومن الاخر كده يا جماعه، جوازتي من جوزي كانت اختياري انا، لاني انا وهو بنحب بعض من ايام الجامعه. وحاليا انا مش عارفه اقول الخبر ده لجوزي ولاهله ازاي، لان هم بيعتمدوا اعتماد كبير جدا على الفلوس اللي بابا بيديها لهم كل شهر. يا ريت تساعدوني.